تعرضت وفاء مكي لمحاولة اعتداء من سيدة أربعينية، وإنها تواجه معاملة قاسية من قبل رئيسة اتحاد الملاك، والتي لم تكتفي بمنعها من استقلال المصعد، بل قامت بجلب عمال النظافة وتكليفهم بالدور الحراسة الأمنيين لمضايقتها. بدأت القصة باتهام وفاء مكي مالكة عقار سكني تقيم به في منطقة الدق التابعة لمحافظة الجيزة مفادى منع مالكة العقار من استقلال الفنانة المصعد لعدم دفعها المبالغ المالية الخاصة بصيانة المصعد، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، وطلبت مكي بتحرير محضر بالواقعة ضد مالكة العقار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر. وكان آخر أعمال الفنانة وفاء مكي هو مسلسل حق عرب، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سيرنيجي، وبطولة أحمد العوضي، ولاد الخولي، وفاء عامر، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام. وقالت ووضحت وفاء مكي إنها تعرضت لضغط نفسي كبير جراء بسبب تصرفات رئيسة اتحاد الملاك، التي بحسب قولها جلبت أشخاص يعملون في تنظيف العقار ووضعتهم في مواقع حراسة الأمن للعقار. وقالت وفاء مكي إنها لا تعرف السبب الحقيقي وراء تصرف رئيسة اتحاد العقار، مشيرة إن التحقيقات ما زالت جارية. وأضافت أن تصرفات رئيسة اتحاد الملاك تبدو غريبة ولا علاقة لها بأي خلافات سابقة، مما جعلها تشعر بالريبة والحيرة حول النوايا الحقيقية وراء هذه الهجوم الفاجئ. تعالوا نشوف رد فعل وفاء مكي وانهيارها من رئيسة اتحاد الملاك، وإيه اللي عملته معاها على لسان وفاء. استغاثة لكل إنسان مسؤول في الدولة المصرية، لو سمحتوا يا جماعة، أنا فنانة وفاء مكي، اغيثوني من اللي أنا فيه. أنا حاليا مش قادرة أدخل بيتي وتعبانة من اللي بيجرى بسبب اتحاد الملاك. اتحاد الملاك ماسكاه اتنين واحد. يا ناس الحقوني، وكل يوم على الحال ده، كل يوم على الحال ده، يا إما أفضل بالساعة إلا ربع